السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم بيوم جديد بموعد جديد على قناتكم ميكس سبورت. ريال مدريد الإسباني عم بعيش تخبطات كبيرة. الفريق بشكل عام بس كتر فيه النجوم ما بيعطي نتائج مثل ما بدها الجمهور. هاي شغلة معروفة. مين بتذكر فريق ريال مدريد بال 2005 كان فيه روبرتو كارلوس والظاهرة رونالدو وزيدان وديفيد بيكهام ولويس فيجو. مع كل هذا الشيء كان ما بيعطي نتائج على قد النجوم اللي موجودة. يعني اليوم انت عندك منتخب العالم، نجوم العالم لازم شلون من كان 4 5 سنوات تحصد اشفي القاب. فريق ريال مدريد عنده نجوم: فينيسيوس، رودريجو، جود بيلينغهام، عنده كيليان مبابي. يعني في عنده لعيبة بس ما في كيمياء بين اللعيبة. المدرب تشافي ألونسو ما عرف يوجد توليفة للعيبة. على كل حال مباراة ريال مدريد مع ريال بيتيس بكرة الساعة 6:15، وهي كان جدول الدوري الإسباني. برشلونة ب 46 نقطة من 18 مباراة، ريال مدريد ب 42 نقطة فارق 4 نقط ب 18 مباراة كمان. فيا ريال بالوقت الحالي ب 38 نقطة، اتلتيكو مدريد ب 37 نقطة، بالمركز الخامس اسبانيول ب 33 نقطة، ريال بيتيس بالمركز السادس ب 28 نقطة. هذا كان كل شيء لليوم. بكرة خلينا نشوف مباراة ريال مدريد ونشوف النتيجة، والسلام عليكم.